السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة جرائم واقعية. جريمة اليوم في سنة 2010، الولاية الأمنية ديال مدينة القنيطرة عرفت واحد المسلسل ديال عمليات القتل المتوالية اللي وصلت ل3 ديال القتلى. والغريب والعجيب في هذه القصة هو أن هاد الضحايا والقتلى كانوا كلهم نساء معلمات، أي أن القاتل كان كيستهدف فقط المعلمات. وهذه الجرائم كانت كلها في شهر أكتوبر ديال 2010. هذه الجرائم وقعت في جهة القنيطرة، وبالضبط في مدن سيدي قاسم، سيدي يحيى، سيدي سليمان وبالقصيري، 3 ديال المناطق تابعة لجهة القنيطرة. وفي كل مرة كان اختيار الضحية من النساء المعلمات. هنا من الطبيعي ولات واحد الهالة ديال الخوف والهلع بصفوف المعلمات، وبالخصوص ملي عرفوا أنهم مستهدفات. وكثرت الهضرة والناس ولات كتهضر على هذا الموضوع بزاف. وكثر من هذا الشيء كاين اللي بدا كيزيد شي حوايج من الخيال ديالو، وهذا الشيء أثر على الساكنة والمواطنين ديال مدينة القنيطرة. واحد النهار واحد المعلمة ما جاتش للمدرسة اللي كتقاقي فيها. هاد المعلمة كان في عمرها 25 عام، وكارية في واحد الحي الشعبي، ساكنة غير بوحدها. المهم ما جات لي هذاك النهار، عيطوا ليها صحاباتها في التليفون ما كتجاوبش، لا رد لي نفس الشيء، ما جاتش للمدرسة. عاودوا عيطوا ليها صحاباتها، تليفونها طافي. هنا شي معلمات صحاباتها قالوا غادي نمشيو عندها فين كتسكن. بالفعل مشاو. لما وصلوا كيدقوا عليها الباب حتى واحد ما كيرد. وهو يجي واحد السيد اللي هو اللي كاري ليها، قال لهم انا ما شفتهاش هادي يومين دابا، وراه اخر مره شفتها كانت جات عندها واحد السيده، جات هي وياها ودخلوا للدار. هنا قالوا شنو غنديروا؟ غنعيطوا للبوليس. فعلا بعد تحديد الموقع جاو البوليس، وبعد اذن من نائب وكيل الملك بفتح الباب. حلوا الباب ودخلوا كيلقاو مفاجأة كبيرة. لقاو السيدة مقتولة في فراشها، مضروبة عدة طعنات في جميع أنحاء الجسم ديالها، حتى من الراس ديالها مضروب، أي أنها خدات ما يكفي من الطعنات باش تموت. هنا البوليس عيطوا على مول الدار، اللي عاود أكد للبوليس بأنه آخر مرة شافها هو يومين، وشافها مع هاديك 6 ديال العشية. وزاد كان البوليس بأنه كانت معها واحد المرأة، وراه دخلوا بجوج للدار. صحابات السيدة اللي مقتولة حتى هما كيقولوا للبوليس بأنه يومين ما شافوهاش، وآخر مرة شافوها كانت واقفة مع واحد المرأة عند باب المدرسة، وقالوا بلي هذيك المرأة كانت كتطلب فيها تعاونها. يعني هما سمعوها كتقول ليها راجلي جرى عليا من الدار وضربني، وما عنديش عائلتي هنا في القنيطرة، وبغيت نبات عندك الله يرحم ليك الوالدين غير حتى الصباح ونشوف اشنو ندير. وقالوا من تما داتها معاها ومشات، وهذيك هي كانت آخر مرة شفناها فيها. هنا البوليس عاودوا عيطوا على داك المنظار اللي كاري عند المعلمة المقتولة، عيطوا ليه باش يعطيهم الأوصاف ديال السيدة اللي جات مع المعلمة. قارنوها مع الأوصاف اللي عطاوها هادوك المعلمات صحابات لهاديك المعلمة المقتولة، كيلقاو نفس المواصفات: مرا قصيرة ورقيقة ولابسة جلابة زرقاء ودايرة زيف كحل. المعاينات اللي داروا البوليس تبين لهم من خلالها بأن السيدة ماتت وهي ناعسة، أي اللي قتلها خلاها حتى نعساز، لأنهم ما لقاوش شي أثر ديال المقاومة. والغريب هو أنهم ما لقاوش ما يدل على أنه كانت سرقة، لأنهم لقاو البسطام فيه الفلوس محطوط حدا القتيلة، ولقاو فيه تقريبا شي 16,000 ريال. هنا البوليس تأكدوا بأن القتل ما كانش بدافع السرقة، ولكن كان بدافع القتل فقط. واخا نخليو هاد الجريمة ونمشيو للجريمة الثانية اللي وقعت بعد الجريمة الأولى ب4 أيام.
هاد الجريمة كانت حتى هي معلمة، واحد المعلمة بمدينة سيدي قاسم، حتى هي ساكنة بوحدها تقريبا في عمرها ديك 28 عام. لقاوها مقتولة بنفس الطريقة ومضروبة عدة طعنات في الصدر ديالها، حتى هي تقتلات وهي ناعسة في فراشها. هنا بزات حالة الخوف والرعب، وخاصة عند المعلمات. دازت تقريبا مدة أسبوع كيلقاو الجريمة الثالثة، اللي حتى هي واحد المعلمة كتسكن في سيدي يحيى قتلات وفق نفس السيناريو اللي تقتلوا به جوج المعلمات الآخرين. هنا ملي كيتكرر نفس الجريمة، وخاصة جريمة القتل في نفس الجهة، كيتفتح واحد المجال خصب ديال القيل والقال، وكل واحد كيبقى يأول من عنده، والناس كتبدا تزيد فيه. كتطلق شي إشاعات ما كايناش، وهذا الشيء هو اللي كيزيد يخلق واحد النوع كبير من الخوف والرعب، وما كيطمئنوا المواطنين وساكنة المدينة حتى كيطلق القبض على المجرمين. هنا الوالي ديال ولاية أمن قنيطرة استنفر جميع الوسائل البشرية والمادية اللي عنده وجميع المصالح الأمنية، وكتفوا الجهود باش يعثروا على هاد المجرمة اللي عرفوها مجرمة ماشي مجرم، من خلال هذيك الطريقة اللي كتقتل بها، ومن خلال الشهود اللي كانوا كيقولوا للبوليس بأنهم آخر مرة شافوا فيها الضحايا شافوهم وهما معاهم مرة. كيف قلنا من قبل، ولي الأمن قرر واحد الخطة ونصبوا واحد الفخ اللي غيطيح هاد المجرمة، بعد ما عقدوا واحد الاجتماع في العمالة ديال القنيطرة اللي ترأسها والي الجهة هذيك الساعات، وكان فيه والي الأمن ومندوب وزارة التربية الوطنية والتعليم ورؤساء مصالح إقليمية معنية حتى هي بالموضوع. هذا الاجتماع عرف واحد النوع من الحزم والجدية. اقترح والي الأمن واحد الخطة في هذا الاجتماع، وهو أنهم يزرعوا واحد العدد كبير من مفتشات الشرطة في عدد من المدارس اللي يمكن تكون هدف لهذه المجرمة هذه. وهنا وافقوا على هذه الخطة، وبالفعل داروا مفتشات في جميع المدارس ديال المدينة. اختاروا هاد المفتشات وفق واحد المعايير خاصة ديال أنهم لابد يكونوا مفتشات قصار شوية ورقاقات. علاش؟ لأن هادوك المعلمات اللي تقتلوا كانوا كلهم قصارات ورقيقات، ورشحوا أن المجرمة تقدر تكون كتستهدف هاد النوع من المعلمات. هاد المفتشات لعبوا واحد الدور ديال المعلمات في المدارس، ودازت 2 ديال الأسابيع على هاد الخطة، ولكن ما كاين حتى شي نتيجة. ولكن في واحد العشية واحد المفتشة غادية خارجة من المدرسة وهازة الحقيبة ديالها في يديها، كتفاجئها واحد المرأة لابسة شي حوايج كيبينوا بأنها ما فحالهاش، وطلبات منها تعاونها وقالت ليها باللي راجلها جرى عليها. قالت نفس داكشي اللي سمعوها هادوك المعلمات، كتقول هذيك القتيلة الأولى، كتقول بأن راجلها جرى عليها وضربها وما عندهاش فين تبات وما عندهاش عائلة هنا في قنيطرة. وهنا وبالتنسيق مع الفريق ديال البوليس قالوا البوليس لهذيك المفتشة ما تسرعيش وخديها معك. بالفعل ديك المفتشة قالت لها مرحبا بك، ولكن قبل يلا معايا للمارشي نجيبو شي تقضية. علاش؟ قالت ليها غنمشيو للمارشي نجيبو شي تقضية، رايت ما البوليس الاخرين يوجدوا شي سكن او شي دار اللي غينفذوا فيها الايقاف ديال هاد السيدة. بالفعل ديك المفتشة داتها معها للمارشي، تقداو وجاو دخلوا للدار اللي بطبيعة الحال كانوا فيها البوليس في واحد البيت. هنا المفتشة قالت لهاديك المرأة أنا الصراحة ما فيا اللي ياكل وراني عيانة وغدا خدامة مع الصباح غنمشي للناس، وانتي إلا بغيتي تعشي سيري طيبي راه الكوزينة. هنا هاديك المرأة جاوباتها وقالت ليها حتى أنا ما فياش الجوع وبغا غير الناس. قالت لها المفتشة واخا تعالي نعسي في هاد البيت. المهم المفتشة دخلت هاديك المرأة لواحد البيت وقالت لها هانتي ناسي هنا، وفرشت ليها. شنو غادا دير المفتشة؟ جات لبلاصتها وحطات المساند وشي حوايج وغطاتهم بالماطا وكأنها ناعسة، وقطعت الضو ديال الدار ومشات دخلت عند البوليس في هداك البيت الاخر. بقاو كيتسناو، دازت تقريبا شي ساعة ديال المكانة، كيبان ليهم السيدة خرجات من البيت وهازة واحد البيت صغير
وجات كتسلت بشوية ووصلات حدا الفراش ديال المفتشة وبدات كضرب وهما يخرجوا عندها البوليس. قالوا ليها على سلامتك، داروا ليها المينوط. ولكن كاينه واحد المفاجأة، هي انه بعد ما اتصلوا بالفريق ديال البوليس اللي متربص في الشارع اللي كان معاهم الوالي بنفسه، اللي قال لهم حلوا الشرجب وعطيو اشاره بهذاك البيل. بالفعل هزت هذيك المفتشة هذاك البيل وخرجت يدها من الشرجم وعطات اشاره بالبيل، وهي تجي واحد السياره من نوع كات كحله بواحد السرعه كبيره. نزل منها واحد الشاب في عمره تقريبا ديك 32 عام، وبدا غادي طالع مع الدروج ديال الموبل حتى وصل عند الباب ديال الشقة. حلوا عليه البوليس الدار وداروا ليه المينوط وداوهم للكوميسارية. بطبيعة الحال البوليس ما محتاجينش الاعترافات ديالهم، ولكن السؤال كان هو علاش كتقتلوا وعلاش بالضبط المعلمات. هذيك المرأة كتقول بأن هذا السيد كيعطيني 5000 درهم مقابل أي معلمة قتلناها، وهو كيقول أنا كنكره المعلمات. وقال للبوليس بأنه كان كيعرف شي معلمة وكان حتى قرب يتزوج بها ومشات تزوجت بواحد آخر. ومن طبيعة الحال بقى حاقد، بما أنه هو ولد عائلة كبيرة وعنده إمكانيات أنه ينتقم من راسو، حط راسو في هذا الموقف ومشى بالمؤبد وهذيك السيدة اللي كانت كتقتل. هنا متابعينا الكرام غنكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا، والعبرة اللي ممكن نخرجوا بها من هذه الجريمة هي أننا ما نديروش الثقة بأشخاص غريبين علينا وما كيمثلوا لينا بأي صلة، وما ندخلوا لديورنا إلا الناس اللي كنعرفوهم وكنعرفوهم معرفة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله متابعينا الكرام.